السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود، كما عودتكم مع الوصفات البسيطة والمقادير البسيطة. راح نديرو مع بعض ميني كيك أو مونغوتي وقهوة العصر للدراري. رانا في فترة يعني هداونا راهم دخلوا يقراو. راح نبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. راح نديرو حبة عبيض، نديرو رشة على الملح، ونديرو مغرف تاع لافاني، وهنا عندنا كاس غربة تاع سكر. راح نخلطوهم غير بالفوي بهذه الطريقة، نخلطوهم حتى يبيض الخليط معنا. نديرو كاس غربة تاع زيت، كي نشوفوا الخليط تاعنا بدا يبيض نضيفوا الزيت تدريجيا غير بالعقل. هنا راح نديرو اون باط تاع ياغورت بذوق الفانيليا، اي ياغورت كان عندكم يعني ما يتهمش النوعيه. نفس الباطه نعمروها ماء دافي ونضيفوها للخليط ديالنا. هنا راح نضيفو النواشف، عندنا كاس فرينه نغربلوه مع الساشي تاع الخميره، يعني هذا الكاس الاول. هنا دخلنا في هذه الوصفه دخلنا 2 كيسان تاع فرينه. نخلطوا الكاس الاول مليح ونضيفوا الكاس الثاني، نضيفوه غير بالعقل ما نديروهش كامل حتى نشوفوا القوام تاعنا، نتحصلوا على القوام المطلوب. هنا ني كملتو، شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، يجي شويه ثقيل. راح نديرو محسن تاعنا مغرف تاع خل صغيره، نزيدو نخلطوها. هنا راه واجد معانا، نهار يديرنا يعني رقم 8 معناتها راه واجد معانا. اي كيك يعني بهذه الطريقه اللي نقدروا نعرفوه الا كان واجد. هنا نوجدو سنيوه تاعنا 30×40، نديرو لها بابي كويسون ورق طهي. الا حبيتوها خشينه تقدروا تصغروا السنيوه. نمشوها بهذه الطريقه غير بعقلكم، يعني هذه ماشي جينواز، تقدروا تمشوها يعني غير بالعقل، ما راهيش راح تهبط. نكونوا مسخنين الفور تاعنا على 170 درجه، نديروها طيب من التحت. كي نشوفوها بدات تحمر من لي كوتي نشعلوا لها من الفوق تحمر شويه ونخرجوها. هنا راهي واجده معانا، راح نقطعوها على 2 بهذه الطريقه. هنا مازال فيها البابي كويسون، راح نستعمل مقص نقطع البابي باش تجيني يعني الطريقه تمتم نكمل وعمليه. بهذه الطريقه. هنا انا كانت عندي شوكولا تاع الطلي ماشي متوفر عندي المعجون، في الحقيقه انا دائما ندير واش يكون عندي في الدار. هنا تقدروا تستعملوا الشوكولا، تقدروا تستعملوا المعجون، في 2 يجوا بنان. بهذه الطريقه. وراح نديروا القسم الثاني اللي كنا قطعناه من الفوق ونحو البابي كويسون، نعاودوا نقلبوها ونحو بابي كويسون تاعنا من الجهه الاخرى. نحو لي كوتي راح يكونوا يابسين شويه لي كوتي تاعنا. هنا نفس الشوكولا اللي كانت معايا درتها في ساشي ودرت خطوط بهذه الطريقه. تقدروا ديروا سكر غلاس من الفوق ماشي مشروط، تقدروا ديروا المعجون من الفوق كيما تحبوا. التزيين اختياري، يعني هي حاجه بسيطه خفيف وظريف كما يقولوا. هنا قطعتها بهذه الطريقه. نتمنى يكونوا وصفاتي يعني البسيطه يكونوا ينالوا اعجابكم. نقول لكم دائما حبيباتي ما تنسونيش بلي جيم. نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.